ما مختلف يعني. الحالة السورية لم توفر القيادة السياسية والعسكرية السورية لحظة واحدة وقرشا واحدا وقطرة عرق وقطرة دم لم توفر في سبيل رفع القدرات التسليحية التكتيكية والاستراتيجية للجيش العربي السوري. الآن يهددون يعني بعض الناس مجانين بيحكوا لنا حظر جوي فوق سوريا. صح. هيك معارضين 3/4 هربان من الجيش، ما خدم جيش، لا بيعرف شو معنات حظر جوي، لا بيعرف شو معنات فن القتال الجوي وما يتبعه من ملحقات أخرى على الأرض. على الرايق كمان نحن القادرون على فرض حظر طيران فوق الشرق المتوسط. كيف هيدا؟ عندما تقع الواقعة سترون هناك مفاجآت فوق استراتيجية في هذا المجال. وإذا سوريا قادرة على فرض هذا الحظر؟ نعم وعلى مناطق أخرى. 2 لنعود إلى الحرب العام 2006. بالمنطق العسكري حزب الله شقيقنا الصغير هزم إسرائيل لحاله، بقى ما بالك من دخول الأخ الكبير على الخط يعني سوريا. نعم. 3 السيد حسن نصر الله امين عام حزب الله هدد اسرائيل في العام الماضي او بدايات هذا العام كما اعتقد بفرض حظر بحري على شواطئها. نعم. بنقول له تمام، هذا الكلام دقيق جدا وسنكمله، نحن قد نكمله عند الضرورة بفرض حظر بحري على الشرق المتوسط بكل بساطة وبكل أريحية. مش حيتحرك طيران بحرية اطلاقا، هذا اذا تحرك. نعم. ولن تجوب سفنهم المتوسط للعب، ستكون هناك مناطق قتل كبيرة وكبيرة جدا. وبالمنطق الاستراتيجي العسكري في حكمة عسكرية بتقول حاملة الطائرات هي بيض كثير في سلة صغيرة وضعيفة. اعتقد وما خفي اعظم واعظم. انصح الجميع بعدم تجريب هذه الورقة، انصح الجميع. متفقين على ايران سندكم؟ اطلاقا. حزب الله؟ اطلاقا. مين؟ وحدكم؟ متكلين على قدراتنا الذاتية.